التورت الفيك بقت منتشرة جدًا اليومين دُولة، خاصةً إن بقت منتشرة جدًا، كمان أي حد بقى بيقدر يعملها، وكمان بقت متوفرة في كل المحلات، محلات بيع الهدايا كمان بقت موجودة في المحلات بتاعة التصوير، لو أنتِ داخلة تتصوّري بقت موجودة كمان متوفرة هناك، التورت ديّة موجودة هناك بجميع الأشكال، على حسب برضه إمكانية المكان بيكون مخصص مثلًا 2، 3 والّا حاجة، بيكون متعامل مع حد وحد بيعمل له التورت دي، بس بقت دلوقتي أصلًا الأكترية بتاعتها إن هي بقت سهلة وبقى كله بيعملها. طيب إحنا إزاي بقى يعني نبقى شغالين في مجال الكيك وما نعملهاش أصلًا؟ يعني في بنات كتيرة بتخاف من عجينة السكر، طب أنا عايزاكِ تجيبي قطع فيك زي كده وتجربي عليها. طيب مش موجودة عندِك قطع فيك أو مش هتنزلي مثلًا مخصوص عشان تجيبي قطع فيك وتدفعي فيها فلوس؟ عايزة أقول لِك إن دلوقتي تقدري تعمليها على أي جردل بلاستيك صغير كده ميني، وتقدري إن أنتِ تشتغلي عليه بعجينة السكر، وتشوفي النتيجة بتاعتِك أو تشوفي النتيجة بتاعة الfinish بتاع شغلِك عاملة إزاي. لأ صدقيني بجد هتبتدي إن أنتِ تعملي منها مشروع، وهتبقى حاجة سعرها رخيص جدًا، لإن أنتِ ولا حاطة فيها كيك ولا أي حاجة، أنتِ شغالة على تزيين بس. بُصّي هنا القطع الfake دي أنا باقول لكم إن أنا باجيبها من العتبة وكمان بابُخّها مَيّة أو أقدر كمان إن أنا أحُط عليها قطعة من الزبدة عشان تلزق عليها عجينة السُكّر، بس أنا الأكترية بتاعة شُغلي إن أنا باحُط عليها بَخّة مَيّة وبالزق عليها عجينة السُكّر زي ما أنتم شايفين كده، وزي ما أنتم شايفين كمان هي بتكون سهلة في الاستخدام، يعني لو حطيتِ العجينة غلط بتقدري إن أنتِ تشيليها وتتعاملي عليها بكل أريحية. فعشان كده باقول لِك لو أنتِ لسه في البداية وكمان ما عملتيش طرق عجينة سُكّر، هاتي لِك قطع فيك زي كده أو جردل بلاستيك زي ما قُلت لِك وتشتغلي عليها بكل سهولة. بالنسبة للعجينة يا بنات لازم العجينة تعجنيها كويس زي ما عجنتها في البداية وتوصل معاكِ لمرحلة مطاطية كأنها عاملة زي اللبانة كده، كده خلاص العجينة معاكِ عمرها ما هتشقّق وأنتِ شغّالة بيها. كده أنا هنا قصّيت الزيادة، كده هالزقها عندي بالشمع على القاعدة بتاعة التورتة، وكمان هابتدي إن أنا كمان الزيادة هابتدي إن أنا أعملها كده وهتتدرى معايا وهاسيب فيها أصلًا جزء زيادة، لإن أنا هاعمل هنا فيونكة وحابة إن أنا يكون فيها جزء من تحت سنادة كده أو سانداها. عايزة أقول لكم بقت جميلة جدًا الفكرة بتاعة الفيك، لإن ناس كتيرة بقت بتروح لها، الأول كانوا الناس بيقولوا هو إحنا هندفع فلوس في تورتة فيك ليه؟ طب ما ندفع فلوس في تورتة وناكلها. لأ دلوقتي بقت منتشرة جدًا، لإن بقت في ناس بتحب إن هي تسافر بالتورت وتاخد بيها صور وكذا كذا مرّة مثلًا تتصور بيها أكتر من مرّة، فهي بقت فكرتها جميلة جدًا بتقعد معاكِ يعتبر العمر كله لو هي معمولة بعجينة السكر، لكن طبعًا لمّا ييجي يطلب مننا order في كريمة طبعًا بنقول لها إن هو مدتها ليها مدة صلاحية، لإن هي الكريمة طبيعي إن هي هتبتدي sorry في الكلمة إن هي تعفن. فطبعًا حاجة محطوطة برّه التلاجة ليها مادة حافظة فأكيد إن هي هتوصل للمرحلة دي. شايفين بقى هنا العجينة أنا باوريها لكم عاملة إزاي، بقت مطاطية معايا وما بتتقطعش، كده خلاص العجينة عمرها ما تتقطع معايا أو تتشقق وأنا شغالة بيها على الكيك. باحط هنا كمية محترمة كده من CMC عشان أنا عايزة المجسم معايا يكون ناشف، علشان على قد ما أقدر التورتة تحتفظ بشكلها لأطول فترة ممكنة، زي ما باقول لهم كده التورتة لو وقعت حتى منها في أي وقت مثلًا والّا حاجة تقدر إن هي تشيل الفيونكة وتحطها تاني على الكيكة مش هيحصل لها أي حاجة. أنا هنا كده بافرش برضه sorry بافرد كده العجينة، بافردها سمك رقيق عشان هاعمل هنا الشرايط بتاعتها. طبعًا الشرايط دي على حسب ما بتطلب مني، في شرايط بتبقى مدارية الكيكة كلها من قدام، في شرايط بتبقى مبينة جزء من الكيك، في شرايط بتبقى بعيدة، وفي شرايط بتبقى مفرودة على الكيك زي الفستان، فأنا على حسب ما العميلة بتطلبها مني أنا باعملها لها بنفس الشكل. وحبيت كمان أوريكم إن أنا باقصها عادي بشكل عشوائي، وهابتدي إن أنا أرتبها بالشكل إزاي على الكيكة أو على الفيك، خلّونا نتكلم إن إحنا شغالين على فيك، نفس الطريقة هنعملها على كيك طبعًا، لكن مش هنسيب فيها زيادة من فوق. هابتدي إن أنا آخد كده الشكل أو الطول اللي أنا عايزاه، وابتدي إن أنا أضبّطها. طبعًا شكل المروحة إحنا كنا بنعمله زمان في الورق، فسهل جدًا إن أنتِ تعمليه على عجينة سكر.
فانا كمان عشان بعمل الاوردر كمان سريع وشغاله عليه سريع، فما تشمعش معايا، وفي نفس الوقت بقيت بظبط كده بايديا عشان يعتبر لسه العجينه طريه في ايدي، وخاصه ان انا عجنتها على ايديا مش زي ما بعجنها مثلا في الشغل عندي في الميكرويف، بيسهل معايا في عمليه العجن. لكن انا عشان هنا خدت مني فترة كبيرة في المجهود. وطبعا عشان اقول لكم بس ان انا مش لازم يكون عندي ميكرويف عشان اعجن عجينة السكر، وكانت بتغلبنا اكتر في الشتاء، لكن احنا دلوقتي في الصيف عادي تقدري ان انت كمان ما تستخدميش الميكرويف خالص، وتقدري ان انت تحننيها كده ما بين ايديكي زي ما انتوا شايفين هنا. بصوا كانت ملزقة معايا، ببتدي ان انا اوسعها بس علشان يعتبر العجينة كانت سخنة في ايديا، ما صبرتش عليها، وببتدي ان انا اظبط الطول اللي انا عايزاه. وخلاص كده انا خلصت شكل الشرايط بتاعتها عامله زي الفستان كده من قدام. هبتدي بقى احط كميه اكتر عشان انا هنا عايزه الفيونكه تكون واقفه معايا، وفي نفس الوقت انا مش عامله الاوردر ده قبلها بيوم او قبلها بكام ساعه. فلو انا عامله الاوردر ده قبلها بكام ساعه مش هضطر ان انا احط كميه CMC دي، لكن انا هنا هبتدي ان انا افردها واحطها قدامكم كده على الكيك. يعني مش هستنى عليها، لكن لو هتستني عليها عادي جدا تقدري ان انت ما تحطيش الكميه دي كلها، وتسيبيها بقى تتشمع عندك على الرخامه او على الترابيزه او قصاد المروحه، او تتعرض عادي للجو. المهم ان هي تتشمع وتنشف معاكي وتاخد الشكل اللي انت مثبتاه عليه. طبعا انا هنا لازم اشوف مقاس الفيونكة عندي هتبقى ازاي على الكيكة. ما ينفعش بعد ما اعمل الفيونكة ابتدي احطها واتفاجئ بان حجمها صغير او حجمها كبير. اتطلب مني طريقة الفيونكة، وانا قلت لحبيبة قلبي متابعة ليا على البيج بتاعة الفيسبوك، قلت لها ينزل لك فيديو مخصوص، مع اني نزلتها اكتر من مرتين. برضو كنت عاملاها قبل كده على تورته فيك، وعملتها قبل كده على تورته كيك زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا ببتدي اضغط عليها مرة 2 3. خلاص انا زي ما خدت هنا مثلا تنيتها مرتين 3، يبقى قصادها نفس التانية اللي انا تنيتها. يعني انا ما ينفعش اعمل هنا شكل وهنا شكل، انا عايزة الشكل متناسق للعين جدا جدا، لان ده اللي هيبين لي شكل الفيونكة. بصوا سهلة جدا اهي، وعايزة اقول لكم ان انا مسرعة الفيديو على قد ما اقدر عشان ما يكونش طويل معاكم. كده خلاص انا خدت المقاس وبقى مظبوط. هبتدي كمان اظبط كده منه وهقص تاني عشان انا عايزه المقاس بتاع الفيونكه يبقى على قد الكيكه بالظبط. هحط بقى هنا حاجه عشان اثبت بس بيها الشكل بتاع الفيونكه وتبقى منفوشه معايا. تقدري تحطي اي حاجه زي كده، او كمان المنديل هيكون احسن واسهل بكتير، وهيكون كمان خفيف معاكي. انا حطيت المناديل هنا احسن عشان انا كمان هحطها بيها على الفيك عندي. بصوا كده هبتدي ان انا اشيلها عادي واحطها بالمناديل، وبعد كده هبتدي ان انا اشيلها. لو هتلاحظوا ان انا في المكان الشغل عندي هناك كنت بحط الازايز بتاعه الوان الجل، الالوان اللي احنا بنلون بيها الكريمه، كانت بتبقى برضو نفس المقاس وبتعمل معايا نفس الفكره. هبتدي بقى اعمل الشريطه اللي احنا هنقفل بيها الفيونكه من قدام. افردها كده، اخليها رقيقه على قد ما اقدر، وابتدي ان انا اظبط الشكل بتاعها، اخليها برضو مكشكشه زي الفستان، وابتدي ان انا اقفلهم على بعض. لو كده ممكن تقدري ان انت تبليها ميه زي ما انا بليتها كده، تبليها ميه عشان تمسك معاكي بس في قلب الفيونكه اللي انت عاملاها. شايفين ما شاء الله هي واقفه معايا وهي اصلا لسه ما نشفتش، انا شغاله عليها في نفس الوقت. بصوا انا حبيت ان انا اتني زياده ده لورا كده عشان يكون هو الحاجه اللي هتسند عليها الفيونكه من تحت، عشان تبقى شكلها مظبوط كده وعامله لي شكل بومبي. شايفين الزياده كلها شلتها عادي مفيش اي مشكله، حتى كمان اللي هي في العجينه البيضه برضو شلتها مفيش اي مشكله خالص معايا. انا اهم حاجه ان الفيونكه تبقى عامله معايا شكل بومبي ومديني الشكل المطلوب او المظبوط بالظبط. وهبتدي كمان لما اروح هناك هكمل الفينش بتاعها. هي كانت طالبه ان احنا نضيف فراشات نفس اللون بتاع الفيونكه، وكمان نضيف رقم 23، وانا عملت لها كل الكلام ده هناك. وكمان كانت حابه
الفيونكة تكون فيها لمعة كده. طبعا حطينا عليها جليتر بدون اي اضافة، عشان كانت في عميلة قالت لي واحنا بنحط مية على العجينة عشان تلزق فيها الجليتر؟ لا خالص، ما بنحطش اي اضافة. لو حطينا مية على العجينة هتسيح معانا. ده كان شكل التورته بتاعتنا بعد ما خلصت. يلا بقى، مش لازم يكون عندك مشروع تورت او بيدج بتاع تورت عشان تعملي تورت الفيك، لا تقدري ان انت تعمليها دلوقتي وتسوقي لها. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسونيش في اللايك والشير. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.